السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم مع متعة الإيجيبشن ليج، والزمالك بيفوز على بيراميدز 1-0 في قمة الدوري، ويتصدر الدوري بفارق 5 نقاط عن الأهلي وبيراميدز المتساويين في النقاط. نادي الزمالك يغرد وحيدا وبنسبة 95% أو 90% بطل الدوري إلا إذا حصل جديد. على الأهلي إنه يكسب بيراميدز المباراة الجاية من أجل التأهل إلى دوري الأبطال، وليس من أجل الدوري يسيب الدوري لظروفه زي ما تيجي. اما النهارده كانت مباراه سجال بين الفرقتين، بيراميدز والزمالك. كان في تكافؤ في الملعب. الزمالك سجل الهدف لما بيراميدز ركب الماتش، ابتدى يلعب كره الزمالك بهجمه مرتده اللي انطلق اخوان بيزيرا وعدى من مدافع بيراميدز وحط كره على طبق من ذهب لالبينا اللي وضعها في الشبكه وهدف الفوز. الهدف الثاني بتاع كوبانزا اللي اتلغى كان تسلل واضح. التحكيم النهارده مش هتكلم عليه فيه وعليه، ولكن الحكم كان مقبول الى حد ما. المباراه كانت حلوه، لكن تلوم مدرب بيراميدز انه عنده لعيبه وعنده تشكيله قويه بغض النظر عن التبديلات الاضطراريه، ولكن عنده بره كان عنده كارتي، عنده الواد البرازيلي ده نسيت اسمه، ايفرتون باين. كمان نزل مروان حمدي متاخر في غياب بيس موهاجم النهارده اللي كان بيلعب محط اكتر من انه مهاجم. كان عنده لعيبه كتير، عنده الفخوري الواد ده خامه حلوه جدا جدا، نزل في اخر 10 دقائق قلب الماتش. كان قريب جدا من الكره اللي حطها اللي علت العارضه من هدف التعادل لبيراميدز. لكن الزمالك اجمالي المباراه يستحق الفوز. ما نقدرش نشكك في فوز الزمالك، وشابوه لجمهور الزمالك اللي كل مباراه بيقدم ملحمه وبيقدم كيفه احسن من اللي قبل. الدوري حلو، الدوري متعه. لو كسب الزمالك الدوري هنقول له مبروك عادي، ما فيهاش اشكال، دي كوره ودي منافسه وروح رياضيه وكلنا اخوات. السلام عليكم ورحمه الله.